دي احلى مكرونه بالجمبري والوايت صوص ممكن تجربوها. طريقتها سهله جدا. كمان هقول لكم بقى سر الطعم الغني بتاع المطاعم وازاي المكرونه تطلع معاكم كريمي وحلوه قوي، طعمها لذيذ قوي وخطير. تعالوا بقى نشوف هنعملها ازاي. عندي نص كيلو من الجمبري ولازم اجيبه بقشره وانضفه كويس جدا وبقشره، وطبعا بحتفظ بالقشر لان السر كله والطعم كله في القشر بتاع الجمبري. في حله هحط معلقتين كبار من الزيت، هنزل ببصله متقطعه وجزره متقطعه، 3 فصوص من الثوم، كام عود كده من الكرفس، 2 لورا و2 حبهان. هشوح الاول الخضار كده مع بعض كويس، وبعد كده هنزل بقشر الجمبري اشوحهم برده مع بعض كويس. معلقه صغيره من الملح والفلفل الاسود والكزبره ورشه بسيطه من البابريكا والكمون. هشوح كل حاجة مع بعض كده. بنزل عليه بالمية المغلية واديله تقليبة واسيبهم بقى يغلوا على النار كده وياخدوا من طعم بعض، يعني مش اكتر من 10 دقايق. وقبل ما اقفل النار خالص بنزل بنص ليمونة، وبعد كده اقفل النار وابتدي بقى ان انا اصفي الشوربة دي. والطعم كله يا جماعة هيبقى في الشوربة دي، هي اللي هتديكم نفس الطعم الاصلي بتاع المطاعم. هنيجي بقى نسلق المكرونة، مية مغلية، معلقة كبيرة من الملح، هنزل بنص كيس من المكرونة، يعني 200 جرام من المكرونه. مش بسيب المكرونه اكتر من 10 دقايق، يعني من 7 ل 10 دقايق، احنا عايزينها تبقى طريه بس ماسكه نفسها. في طاسه هحط معلقه كبيره من الزبده ومعلقه كبيره من الزيت، وابتدي بقى ان انا اشوح الجمبري بتاعي بالشكل ده. هنزل عليه بمعلقه كبيره من الثوم المفروم، يعني 3 فصوص من الثوم المفروم، معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود ومعلقه صغيره من البابريكا. هشوحهم برده مع بعض كويس جدا. وبعد كده هنزل عليه بمعلقه كبيره من الكرفس المتقطع صغير قوي، هشوحه برده بيدي طعم حلو جدا. الجمبري مش بياخد وقت خالص في السوا، فهو كده تقريبا استوى. هحط بقى عليه معلقه كبيره تانية من الزبده. اول ما الزبده تدوب هنزل بمعلقه كبيره مليانه من الدقيق، ودي اللي هتديني القوام الحلو قوي للصوص. هبتدي ان انا اقلب الدقيق كده، اول ما يختفي هنزل بكوبايه من الشوربه اللي احنا كنا محضرينها مع بعض، اللي هي شوربه الجمبري. وهبتدي بقى ان انا اقلبهم كويس جدا واطلع كل اللي لازق كده في الطاسه، لان ده اللي فيه الطعم كله. بعد كده هنزل بكوبايه من اللبن وكوبايه كمان من الكريمه، وهقلبهم مع بعض كويس. وفي المرحله دي ممكن ندوق الصوص ده ونشوف لو محتاج ملح، بزود ملح واديلهم تقليبه واسيبه بقى ايه يتقل شويه كده. اول ما يسخن معايا هنزل عليه بشويه من الجبنه الموتزاريلا، بتدي طعم حلو قوي. هسيبهم بقى مع بعض كده ياخدوا غلوه والصوص يتقل بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعد كده هنزل بالمكرونه. المكرونه لو كانت بردت معاكم ممكن تسخنوها بميه سخنه من الكتل، وهتبتدوا بقى تقلبوا المكرونه بالشكل ده. وهنحط بقى شويه من الشبت بيدي طعم حلو جدا مع المكرونه. هقلبهم مع بعض كويس جدا. وعايزه اقول لكم ان انتوا تقدروا تاكلوها بالشكل ده، هي كده طعمها حلو جدا. انما انا بقى حبيت ان انا ازود عليها شويه كمان من الجبنه الموتزاريلا كده على الوش، وهدخلها الفرن على درجه حراره 200، 10 دقايق بس من تحت. وبعد كده بفتح لها الشوايه عشان تاخد اللون التحفه اللي انتوا شايفينه ده. هزينها شويه كمان بالشبت. مش قادره اقول لكم هي ريحه عامله ازاي، الريحه قلب البيت كله خطيره يا جماعه. وبجد دي اسهل حاجه ممكن تعملوها. انا الطاسه اللي عملت فيها كان ينفع ادخلها الفرن، انتوا لو عاملين في طاسه ما ينفعش تدخل الفرن، يبقى اقلبوا المكرونه في بايركس وغطوها بالجبنه الموتزاريلا ودخلوها الفرن، برده هتبقى حلوه جدا. طعم الجمبري طبعا ظاهر جدا علشان الشوربه اللي احنا استخدمناها. المكرونه كانت كريمي قوي، والشده بتاعت الجبنه الموتزاريلا مديها طعم كمان واضافه حلوه قوي. جربوها، انا واثقه جدا ان انتوا هتحبوها.